حلقتنا النهاردة شائكة ومهمة جدا. بنسمع دايما عن مصطلح ده وممكن ما نبقاش مدركين معناها وخطورة الشخصية دي على حياتنا. أنا آية السيد، وهنعرف في حلقتنا النهاردة كل الجوانب الممكنة عنها. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. النرجسية. إيه هي النرجسية؟ النرجسية هي اضطراب في الشخصية بيتميز بحب الذات بشكل مفرط، والشعور بالعظمة والحاجة المستمرة للإحساس بالإعجاب، مع نقص في التعاطف تجاه الآخرين. وبيرجع مفهوم النرجسية إلى الأساطير الإغريقية القديمة، وبالتحديد إلى أسطورة نرجسوس. الأسطورة بتقول نرجسوس كان شاب جميل جدا لدرجة إن الكل وقع في حبه، لكن كان مغرور ومتعالي ورفض حب أي شخص. وبتقول الأسطورة إنه في أحد الأيام شاف نرجسوس انعكاس صورته في المية وأعجب بنفسه جدا، حتى إنه ما قدرش يبعد عن صورته وفضل متسمر قدام المية. وبعد ما ماتوا، في روايات بتقول انه اتحول لزهرة بتعرف دلوقتي باسم زهرة النرجس. ومن الأسطورة دي تم استلهام مفهوم النرجسية في علم النفس، وأول من استخدم مصطلح النرجسية في السياق النفسي هو الطبيب النمساوي سيغموند فرويد في أوائل القرن العشرين. ووصف فرويد النرجسية بأنها حالة طبيعية في مراحل الطفولة المبكرة، واللي بيكون الطفل فيها متمركز حول نفسه وبيشوف إن العالم بيدور حوله. ولكن إذا استمرت الحالة دي لسن البلوغ بشكل كبير، فإنها بتصبح اضطرابا في الشخصية، بيعرف باضطراب الشخصية النرجسية. طيب إيه هي السمات الرئيسية للشخصية النرجسية؟ أول حاجة، حب الذات بطريقة مفرطة، كمان الشعور بالعظمة، حيث بيعتقد الشخص النرجسي إنه فريد ومميز ومفيش زيه، وبيبالغ في تقدير إنجازاته وقدراته. كمان الحاجة المستمرة للإعجاب، بيسعى النرجسي للحصول على الثناء وجذب الاهتمام ليه بشكل دائم. حاجة مهمة جدا كمان وهي نقص التعاطف، بيفتقر النرجسي إلى القدرة على فهم أو مشاركة مشاعر الآخرين والإحساس بيهم أو بمشاعرهم. مش بس كده، ده بيوصل للاستغلال في العلاقات، وده لأنه بيستخدم الآخرين لتحقيق أهدافه الشخصية وبس، بدون مراعاة لاحتياجاتهم أو إنه يكونوا فارقين معاه. كمان الحسد والغيرة، بيشعر الشخص النرجسي بالغيرة من نجاحات الآخرين، وكمان بيعتقد إنهم بيحسدوه. كمان ممكن يكون عنده إحساس بالنقص داخلي جواه، فبيتظاهر بشكل معاكس لده وبيكون مزيف في تعاملاته. طب خلونا ناخد أمثلة على السلوك النرجسي. شخص بيتكلم عن نفسه باستمرار وعن إنجازاته بدون إتاحة فرصة للآخرين للمشاركة، وده بيوضح إن النرجسي بيحب كل العيون تبقى عليه، وإنه محور الحياة أو محور الكون زي ما بيقولوا. كمان رفض قبول النقد البناء، وبالعكس ممكن يرد عليه بعنف أو يتجاهله تماما، وده لأنه ما بيثقش ولا يهتم بآراء أي حد عنه، بالعكس هو شايف نفسه دايما صح. برضو استغلال الأصدقاء أو الزملاء أو حتى الأهل لتحقيق مصالح شخصية عنده، وبدون مراعاة لمشاعرهم أو احتياجاتهم أو حتى اعتراف بجميلهم. طيب يا ترى إيه هي أسباب النرجسية؟ الحقيقي إن مفيش سبب محدد لاضطراب الشخصية النرجسية، ولكن بيعتقد إن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية بتلعب دور في تطوير الاضطراب ده. وبتشمل العوامل دي التنشئة، زي التدليل المفرط أو حتى النقد الزايد في الطفولة. كمان في العلاقات الأسرية، نقص التعاطف أو الاهتمام من قبل الوالدين. وكمان العوامل الوراثية، ممكن يكون للعوامل الجينية دور في تطوير الاضطراب ده. طيب هو ازاي بيتم تشخيص النرجسية؟ بيتم التشخيص من قبل أخصائي نفسي أو طبيب نفسي بناء على معايير محددة، وبيستخدم الأطباء الدليل التشخيصي والإحصاء الخامس للجمعية الأمريكية للطب النفسي للاضطرابات العقلية لتشخيص الحالة. وبيحتوي الدليل 9 معايير لاضطراب الشخصية النرجسية، وعشان يتم التشخيص يجب إنه يكون عند الشخص 5 منهم على الأقل.
طيب هو إيه علاج اضطراب الشخصية النرجسية؟ الحقيقة إن علاج النرجسية بيتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة التخصصات، نظرا لتعقيد الاضطراب ده وصعوبة إقناع الشخص المصاب بالحاجة إلى العلاج، لأن النرجسي عادة ما بيرفض الاعتراف بالمشكلة أو ممكن يلقي اللوم على الآخرين، وده شيء بيجعل العلاج تحدي. ومع ذلك لو كان في استعداد شخصي للتغيير، فإن العلاج ممكن إنه يحدث فرقا كبيرا في الشخصية. طيب إيه الهدف من العلاج؟ أول حاجة هي زيادة الوعي الذاتي للشخص النرجسي بسلوكياته وتأثيرها على الآخرين. كمان تحسين مهارات التواصل والتعاطف مع الآخرين وتعديل أنماط التفكير والسلوك عنده. وأخيرا بناء علاقات صحية ومستقرة مع اللي حواليه. طب هي إيه أنواع العلاج المستخدمة معاه؟ في أكتر من طريقة متبعة لعلاج اضطراب الشخصية النرجسية، زي العلاج السلوكي المعرفي، وده بيساعد في تحديد الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالنرجسية، وبيركز على تعليم الشخص كيفية التعامل مع النقد بطرق صحية، وكمان كيفية إدارة توقعاته من الآخرين، وبيساعد في تطوير مهارات التفاعل بشكل متوازن مع الآخرين بدلا من التلاعب بيهم. كمان العلاج النفسي الديناميكي، وده بيهدف إلى استكشاف الجذور العميقة للنرجسية زي التجارب المبكرة في الطفولة واللي ساهمت في تطوير الاضطراب، وبيساعد المريض على فهم مشاعره الحقيقية زي الخوف من الفشل أو الشعور بالضعف، واللي ممكن تكون متخبية ورا قناع العظمة اللي بيدعيها. كمان العلاج بالتعاطف، وده بيركز على تنمية القدرة على التعاطف مع الآخرين، وبيستخدم تمارين بتساعد الشخص على التفكير في وجهات نظر الآخرين ليه وفهم واهتمام بمشاعرهم. كمان العلاج الجماعي ممكن يساعد النرجسي في التفاعل مع الآخرين في بيئة علاجية تحت إشراف متخصص، وده بيظهر للشخص إزاي ممكن يأثر سلوكه على الآخرين، وبيتيح ليه الفرصة لممارسة استراتيجيات أكتر إيجابية. طب بشكل عام، هل في خطوات عملية للتخلص من النرجسية؟ طبعا في. أول حاجة الاعتراف بالمشكلة، لازم يكون مدرك الشخص إنه بيعاني من مشكلة بتحتاج لعلاج، والاعتراف ده غالبا بيكون الخطوة الأصعب، لأن النرجسي زي ما قلنا ممكن يعتقد إنه لا يحتاج إلى المساعدة، وإن المشكلة في الآخرين مش فيه هو. كمان بناء الوعي الذاتي، إنه يتعلم الشخص التعرف على أنماط سلوكه الضارة زي الحاجة المستمرة للإعجاب أو الاستغلال، وممكن إنه يستخدم تقنيات زي الكتابة اليومية جورنالينج لتتبع مشاعره وأفعاله ووصفها ومعرفتها بشكل دقيق. كمان تطوير مهارات التواصل، وده بيركز على تعليم النرجسي كيفية الاستماع إلى الآخرين بدون مقاطعة أو التقليل من مشاعرهم، وبيتم تشجيعه على التحدث بطرق تظهر احترامه للآخرين ومش بس عشان يحقق مصلحته. كمان التحكم في الغضب والانفعالات، إنه يتعلم استراتيجيات للتحكم في نوبات الغضب أو ردود الفعل العاطفية الحادة، مثلا استخدام تقنيات الاسترخاء زي التأمل أو التنفس العميق. كمان تقليل التركيز على الذات، وده بيتم تشجيع الشخص النرجسي على القيام بأعمال تطوعية أو مساعدة الآخرين بدون انتظار مقابل، والأنشطة دي بتساعد في تعزيز الشعور بالتواضع وكمان الانخراط في المجتمع. كمان عن طريق بناء علاقات صحية، مثلا التركيز على تحسين العلاقات مع الأهل الأصدقاء والشريك أو الشريكة والزملاء من خلال احترام حدود الآخرين والاهتمام بمشاعرهم، وتجنب السلوكيات اللي بتعتمد على التلاعب بالآخرين أو استغلالهم. وأخيراً ضروري جدا في رحلة تعاملنا مع الشخصيات النرجسية إننا نحمي أنفسنا من أذاهم واستغلالهم، لأن النرجسي مش بس ممكن يكون زميل عمل أو دراسة، ده ممكن يكون أحد أفراد العيلة أو الأصدقاء أو حتى شريكنا في الحياة، فلازم نحط حدود واضحة في التعامل معاهم، وعدم السماح للشخص النرجسي باستغلالنا أو التلاعب بينا، وده بإننا نكون واعيين بيهم وتصرفاتهم أو الحيل بتاعتهم، وبالتالي عدم السماح بيها. ضروري كمان التواصل بشكل حازم وواضح عن طريق إبلاغه بشكل مباشر بتأثير سلوكياته عليا أو على الآخرين، وإننا مش سامحين بيها أبدا،
ولكن نوصل ده بطريقة هادية وواثقين من نفسنا وبدون شكل عدائي معاهم. كمان إذا استدعى الأمر وكان الأذى منهم أصعب من القدرة على احتمالهم، وعملت الطرق دي وما كانش فيه تغيير أو فايدة ولسه فيه تمادي على حقوقنا، إن لو أمكن القطع تماما معاهم يكون أفضل لاجتناب أذاهم والمحافظة على سلامنا النفسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا للنهاردة. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، وقولولي إزاي بتقدروا تتعاملوا مع الشخصية النرجسية. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة